بيقولوا الستات دمروا مسيرته الاحترافيه في اوروبا. هرب من المنتخب عشان مايونيز وتحدى الخطيب، كان بياخد في الاهلي 100 جنيه في الشهر، فشل في التمثيل واشتغل شويه في الرقص، شجع الزمالك ورجع تاني في كلامه واعترف انه اهلاوي. اسرار كتير عن حياه اللاعب المثير للجدل ابراهيم سعيد في بروفايل. فاكرين مشهد اشرف عبد الباقي لما كان بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك فتيجي الكاميرا على ابراهيم سعيد فيقوم قايل الواد ده مره يصبغ شعره ومره يتخن نفسه، الواد ده عجيب. والحقيقه اشرف عبد الباقي ما كانش غلطان خالص، لان من يومه وكل تصرفاته عجيبه. فاول حاجه كده ابراهيم سعيد راح الاهلي غصب عنه، وكان رافض يسيب الزمالك اللي ابتدى معاهم ولعب 5 شهور بس، لكن والده خده من ايده وجرجره على الاهلي عشان يخش الاختبارات، ووقتها كان متضايق وزعلان، بس مهارته الكبيره تخلي الاهلي يوافق عليه، ويروح امين عرابي بنفسه لابوه ويقول له مبروك ابنك انضم للقلعه الحمراء، ويفضل يتدرج بشكل طبيعي مع مختلف الفئات العمريه. وكان وقتها على حد كلامه بيقبض من الاهلي 100 جنيه في الشهر، وده كان مسبب له ضغوط كبيره خصوصا ان المبلغ ضعيف، بس كان بيحاول يدبر حياته عن طريق مكافآت المباريات اللي كانت بتكون 300 او 400 جنيه. الفلوس دي ما كانتش عاجباه خالص، لكن موهبته اللي كانت لافته للنظر قوي تقدر تقول مقويه قلبه، فيروح يتكلم مع كابتن ثابت البطل ويقول له انه عايز يتساوى مع سيد عبد الحفيظ اللي كان لاعب وقتها، بس طبعا ثابت يرفض على طول، فيتقبل الرفض ويفضل مستحمل لحد ما يوصل ويمضي عقد اكبر مع الاهلي وينضم للفريق الاول. لكن المفاجاه وقبل ماتش القمه بايام يهرب على بلجيكا ويروح جنت البلجيكي لمده 3 شهور، وده مقابل 100,000 دولار، وده بمساعده احمد حسام ميدو واللي كان محترف وقدر يجيب له العقد. بس الاهلي ما وقفش يتفرج، فقدم شكوى للاتحاد المصري والاتحاد الدولي والبلجيكي لان اللاعب عقده كان لسه ساري، وده يمنعه انه ياخد البطاقه الدوليه، فيضطر النادي البلجيكي يتخلى عنه ويرجع مصر ويفضل 3 شهور موقوف، ويقدم اللاعب اعتذاره للنادي والجمهور ويطلب تجديد العقد، ويقولوا انه راضي باي عقوبات وان هو اتعلم من غلطته. وفعلا الاهلي يجدد عقده 3 سنين ويقعد 2.5 سنين، ولما يجي يتفاوض على تجديد العقد يتفق مع الاهلي على 350,000 جنيه، عشان يتفاجئ ان كابتن اكرامي جاي يقول له ان العقد هيبقى 250,000 جنيه بس، فيرفض. فالاهلي قرر اعارته نادي ايفرتون الانجليزي. المهم بعد ما يروح ويوصل ما يقولش بقى ربنا كرمه ويهدى ويركز في تصرفاته، لا خالص، ده قبل ديربي الميرسيسايد بين ايفرتون وليفربول المدرب بيقول له انه هيشارك اساسي في المباراه، فيروح ابراهيم صابغ شعره باللون الاحمر، وده يغضب الاداره والجماهير لانه ما كانش يعرف ان اللون الاحمر هو لون فريق ليفربول الغريم التقليدي لايفرتون، ويفضل قاعد على الدكه وما يشاركش في اي مباراه طول ال6 شهور. وبعد ما يخلص اعارته ويقرر يرجع لمصر يطلع الجمهور ويقول ان فشله في الاحتراف بسبب علاقاته النسائيه وسهره، خصوصا انه كان معروف عنه السهر والتدخين، وهو نفسه اعترف بانه بيدخن وهو عنده 16 سنه. لكن موضوع الستات ده فهو قال حاجتين عكس بعض، مره مع توني خليفه يقول ان كل اللعيبه ليها علاقات نسائيه وانا بتصرف بطبيعتي، ومره يقول ان هو بريء وما كانش ليه علاقات خالص ودي مجرد اشاعات. وفي 2005 ينضم ابراهيم لصفوف الزمالك، وبعد 2 سنين تحصل ازمه ضخمه مع الاداره لان الاهلي كان وقع عقوبه على ابراهيم سعيد بقيمه 1.6 مليون جنيه باعتباره هرب قبل ما عقده يخلص، فاداره الزمالك ترفض انها تدفع المبلغ ده، فيمشي من الفريق ويروح الاسماعيلي، ويفضل على الحال ده ما بين الاسماعيلي والاتحاد السكندري، وكل فريق ما يكملش معاه اكتر من موسم ويمشي. ابراهيم مشاكله ما كانتش مقتصره على الفرق بس، فلما راح المنتخب استمر في افعاله الغريبه، فمره يمشي من المنتخب بعد ما يتخانق مع محمد عماره بسبب المايونيز، ومره تانية يقفشه الجوهري مدرب المنتخب وهو سهران مع بنت في الفندق ويرحله لمصر، ويرجع ويقول ان دي كانت مؤامره ضده من لعيبه كبيره في المنتخب زي حسام حسن واحمد حسن بسبب ازمته معاهم. وبعد كل الازمات دي يقرر انه يعتزل الكوره سنه 2011 ويكون اخر فريق لعب معاه في مصر هو الاتحاد السكندري، لكن في 2013 يحاول يرجع للملاعب في نادي في السويد لكنه يفشل. وبعد 2 سنين من الغياب يتفاجئ الجمهور بظهوره في برنامج اسمه رقص النجوم ويقدم عروض رقص وده مقابل 10,000 دولار، لكن الجمهور ما يرحموش وينتقده بشكل كبير. وفي الاونه الاخيره يظهر ابراهيم بثوبه الجديد كاعلامي بيقدم برنامج رياضي، لكن كالعاده برضه تبدا معاه المشاكل، والمره دي مع جمهور الزمالك، خاصه بعد هجومه المتكرر على شيكابالا. ده غير ان جمهور الزمالك اتهمه بالنفاق لانه طلع وقال انا زملكاوي وقت خلافه مع اداره الاهلي، ورجع بعدها تاني وقال لا انا طول عمري اهلاوي. ممكن تقدر تقول ان ابراهيم سعيد كلاعب كوره مفيش حد يختلف على مهارته وادائه المميز وتحركاته الذكيه واللي كان سابق بيها جيله كله، يمكن ده خلى الجمهور يزعل على موهبه تنتهي بشكل ما يليقش بيها. اما على المستوى الشخصي فهو كان حاسس بنفسه شويه، وده ظهر في تصرفاته وتحديه لقامات تاريخيه وكبيره زي محمود الخطيب لما قال له وقع العقد انا الخطيب قدامك، فيرد ويقول وانا ابراهيم سعيد. كمان عدم سماعه لتعليمات مدربه في المنتخب وتصميمه انه يعمل اللي في دماغه، كل ده كان نتيجته ان اللاعب العبقري فز جيله ما يحققش ربع نجاحات لعيبه تانية اقل منه بكتير، لكن رغم كده يفضل برضه من اللعيبه اللي سابوا بصمه واضحه في كره القدم المصريه رغم مشواره القصير.